هل دماغك فعلا بتتحكم في أفعالك؟ هو أنت فاكر إنك بتتحكم في أفكارك؟ يعني لما تختار لبسك، ترد على شخص، تشتري حاجة، فاكر إنك بتفكر؟ الحقيقة في حاجات بتحصل في دماغك بتوجهك وأنت مش واخد بالك أصلا. النهاردة هقولك على 7 حاجات غريبة ومخيفة علم النفس اكتشفها عننا، وهتخرج من الفيديو ده بتبص لحياتك كلها بطريقة مختلفة. أول حاجة اسمها تأثير القطيع. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي ناس كتير ماشية في اتجاه، دماغك تلقائيا بتقول امشي وراهم حتى لو انت مش مقتنع. مثال بسيط، لو دخلت مطعم وشفت طابور طويل عليه، دماغك هيفكر انه اكيد حلو وتدخل تقف من غير ما تسأل نفسك عن السبب. علم النفس بيقول ان دماغنا بتحب الراحة واتباع الناس اسهل من التفكير. تاني حاجة، ازاي تفهم الشخص اللي قدامك. انت تعرف ان 70% من التواصل ما بين الناس بيكون بلغة الجسد مش بالكلام خالص. يعني ممكن تقول لحد انا بخير، بس نبرة صوتك وتعبير وشك وحركة جسمك بتقول عكس كده تماما. علم النفس بيقول انك تقدر تقرا الناس من حاجات صغيرة جدا، زي حركة عينيهم، طريقة وقفتهم، او حتى انهم بيعدلوا هدومهم كتير. كل دي علامات بتكشف كتير عن اللي جواهم. في تجربة اسمها سجن ستانفورد، ودي تجربة اتعملت في أمريكا، خلت ناس عاديين يمثلوا دور سجانين ومساجين. المفاجأة في خلال أيام الناس اتغيرت تماما. السجانين بقوا عنيفين جدا والمحبوسين بدأوا ينهاروا نفسيا. طب ليه حصل الكلام ده؟ علم النفس بيقول إن السلطة حتى لو كانت تمثيل ممكن تغير الإنسان تماما، وده معناه إن البيئة بتأثر علينا أكتر ما إحنا متخيلين. وهنا هنتكلم عن الموضوع الرابع، ليه بنخاف من رأي الناس. أوقات كتير بنلبس حاجة إحنا مش حابينها، أو ما بنتكلمش قدام الناس، أو بنهز راسنا موافقة وإحنا أصلا ضد الكلام ده. والسؤال هنا هو ليه؟ والإجابة هتكون خوف من حكم الناس. علم النفس بيقول إن المخ بيفضل الأمن الاجتماعي أكتر من أي حاجة تانية. يعني دماغك بيقولك خليك زي الناس، ما تخالفش عنهم عشان ما تترفضش. لكن الحقيقة كل الناجحين اتحدوا الفكر ده. وهنا هنتكلم عن الموضوع الخامس، التفكير السلبي دايما حاضر. عمرك فكرت انك بتتوقع الأسوأ دايما؟ يعني قبل أي مقابلة أو خطوة جديدة بتحس إن في حاجة هتفشل، وده اسمه التحيز السلبي، والمخ بيعمله لحمايتك. بس المشكلة إنه بيحبسنا جوه دايرة قلق وخوف ومنخليش نفسنا نجرب في حاجة جديدة. علم النفس بيقول إن الوعي بالحاجة دي هو أول خطوة للخروج منها. وهنا نيجي للموضوع السادس، أنت مش فاشل، أنت متعود تفكر كده. ناس كتير بتقول أنا فاشل أو أنا مبعرفش أبدأ، بس في الحقيقة المشكلة مش فيك، المشكلة في الأفكار اللي متخزنة في اللاوعي. علم النفس بيأكد إنك لو فضلت تقرر لنفسك إنك ضعيف أو فاشل، دماغك هيصدق ده وهيبدأ يشتغل بناء عليه. بس لو بدأت تغير اللغة اللي بتكلم بيها نفسك حتى لو بالتدريج، كل حاجة حواليك هتتغير. علم النفس مش مجرد كلام معقد، ده مرآة بتكشف لنا احنا مين وازاي نغير حياتنا لو فهمنا نفسنا صح. كل حاجة قلتها النهاردة بتحصل حوالينا كل يوم، بس لو ركزت شوية هتبدأ تلاحظها وتتعلم ازاي تتحكم في دماغك بدل ما هو اللي يتحكم فيك. لو حصل معاك موقف من المواقف دي ياريت تكتبها في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون مشوق اكتر بإذن الله. واتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.